قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تعبنا في تحضير المحتوى يوصل لكم كامل ومتجدد. تاكدو شاب غلبان مريض مرض خطير ومفيش أي أمل يعيش ولا صاحب بيسأل عليه، وعيلته مستنيين بس فلوس التأمين اللي هتجيلهم لما يموت. مفيش حد بيزوره في أوضة المستشفى حتى طبطبة، والوحيد اللي فاضله اللعبة اللي بيعشقها، عالم الأمم الأبدية، لعبة حضارات بيعيش جواها أكتر ما بيعيش في الواقع. قاعد بيلعبها طول اليوم لأنه بصراحة ما عندوش حاجة تانية يعملها. وفي يوم تاكدو فقد وعيه فجأة بسبب مرضه، ولما فتح عينه كانت المفاجأة، لقى نفسه قاعد على عرش حجري وسط غابة مجهولة، بيبص حواليه مش فاهم ده حلم ده جنان ولا. وفجأة واحدة طالعة من بين الشجر بتناديه بصوت حاسم، يا مولاي الملك. دي أو الشخصية المفضلة عنده في اللعبة. تاكدو مش مصدق عينه، هي دي بجد في الواقع؟ بس لحسن الحظ أو كانت عارفه كل حاجة وعارفه أكتر من أي حد في العالم، لأنها عاشت معاه كل جولة لعبها، شافت اختياراته، عرفت قراراته. هما الاتنين فرحانين إنهم أخيرا اتقابلوا، بس تاكدو عنده سؤال مهم، هو أنا مت ولا إيه اللي حصل؟ اللي جابته هنا بس هي كمان مش عارفه ايه اللي بيحصل. قالت له انها لقت نفسها فجأة في نص الغابة دي، بس هي متأكدة ان ده مش عالمها. لو لازم تخمن هتقول ان الدنيا دي شبه عالم الأمم الأبدية، بس مش متأكدين لسه. على اي حال او شايفة ان دي فرصة عظيمة، فقالت لتأكدوا اما تيجي نبدأ من الأول ونبني مملكة زي زمان. تكادوا عجبته الفكرة، فوافيل انهم يشتغلوا مع بعض. الاتنين عملوا المقدمة بتاعه اللعبة، بس المرة دي كان في شوية إحراج لأنهم واقفين جنب بعض. على الحقيقة أول حاجة لازم يعملوها هي أنهم يكتشفوا هم فين بالظبط. تجادو استخدم السحر عشان يستدعي كشاف. لما شاف الكشاف عن قرب اتقرف من شكله، ده معفن جدا، بس ما فيش حاجة يعملها لأن حضارتهم منارة دي بتحكم الظلال والشر، فالكشاف لازم يبقى بالشكل ده. خطته في بداية اللعبة هي أنه يتجنب لفت الأنظار علشان ما يعوش في أي مشاكل، على الأقل لحد ما يقدروا يدافعوا عن نفسهم. فمر الكشاف يروح يلف حوالين المنطقة ويبلغوا بأي حاجة مهمة. الأول الكشاف فضل واقف وبصص له كده وخلاص، بس أو نبهته إن كده هو قائد بتاعه، فالكشاف بياخد ديله في أسنانه ويجري ينفذ الأوامر. كده كان قلقان شوية إنه ممكن ما يعرفش يتحكم في قوته في الدنيا دي، بس يظهر إنه كل حاجة زي ما كانت في اللعبة بالظبط. يعني مثلا هو قادر يشوف اللي كشاف شايفه، فهيعرف قريب هما فين. خلصنا من دي، يلا بقى نفكر في الخطوة الجاية. كده عنده 200 نقطة مان واستخدم 100 منهم عشان يستدعي الكشاف، فبقى عنده 100 نقطة مانع. بس عايز يبني مستوطنة تكون قاعدة لعملياتهم، ودي هتكلفه 20 نقطة مانع. بس بعد كده هيبقى عنده مانع قليلة قوي. كان نفسه يعمل محارب يحميهم لو تعرضوا لهجوم، بس ده مش هينفع دلوقتي. أو طمنت تجدها وقالت له ما تقلقش أنا هحارب بدالك. بس بصراحة كلامها ملوش لازمة، لأن وحدة بطل يعني هتبقى أقوى مع الوقت، بس دلوقتي قوتها زي أي بني آدم عادي، يعني مش هتعرف تساعده كتير. الكشاف لسه بيجري في الغابة هو بفضله، وتجدى بقى عنده فكرة عن شكل المكان، بس هو مستغرب شوية لأنه رغم المنطقة كلها غابة مفيش ولا حيوان ولا وحش شافه لحد دلوقتي. أو قالت إن الحيوانات أكيد مستخبية لأن الغابة مليانة أماكن تتخبى فيها، بس اتأكدوا الآن إنه لو ملاقوش حيوانات قريب هيضطروا يصرفوا مان عشان يجيبوا أكل. أو اتأسفت لتجدى لأنها حاسة إنها مش بتساعد كتير، بس قال لها ما تقلقيش إن الجنب بس ده كفاية يديني طاقة. كلامه فرح قوي قوي، فقالت له إنها شاكرة لكلامه الحلو، بس تجدى لسه مش متعود إنه بقى بني آدم حقيقي وبيعبر عن مشاعره عادي كده. فجأة الكشاف بيلاقي حاجة غريبة، فبيدي إشارة لتكدة ويوريه مستوطنة 1000 سود في نص الغابة. المكان مش بعيد عن مكان تكدة دلوقتي، وشكله فيه كمة 1000 متلمين مع بعض. أو بترتاح شوية لما تعرف إن دول بس 1000 سود، لأنهم عادة بيميلوا للشر المحايد، يعني مش هيبقوا عدو المملكة منارة. بس تكدة شايف إن دي مصيبة لأنه مش عايز أي حضارة قريبة منه بالشكل ده. خطته كانت إنه يفضل مستخبي أطول فترة ممكنة عشان يتجنب الحرب، بس مع 1000 السود قريبين كده ده مستحيل. التكدة بيتفق معاها لأنهم أصلا لسه ما بنوش حاجة، بس قبل ما يمشوا عايز يراقب 1000 السود شوية كمان ويستكشف المنطقة ويشوف لو في حاجة مريبة قريبة. فجأة أو بتحس إن في حد قريب، هي وتكدوا بيلفوا يبصوا، بيلاقي مجموعة 1000 طالعين من الغابة. 1000 شكلهم اتفاجئوا زيهم لأنهم ما كانوش يعرفوا إن في ناس تانيين في الغابة دي. قالوا إن أهلهم طردوهم من بلدهم وما كانش عندهم مكان يروحوا له، فاضطروا يدخلوا الغابة الملعونة دي. الرحلة كانت صعبة قوي على عيالهم الصغيرين، وبالشكل ده مش هيقدروا يستحملوا كتير. مجموعة صغيرة من 1000 خرجوا يدوروا على أكل. قائدهم متأكد إنهم لازم يلاقوا حاجة تتاكل هنا لأن الغابة مليانة خضرة. بس واحدة اسمها إيميل كانت قلقة قوي لأنها سمعت إشاعة عن غابة خطيرة في طرف إيدوريا فيها شر قديم اتختم هناك، وخايفة إنهم يعدوا عليه. القائد طمنها
طمنها وقال لها ان الاشاعات دي خرافات، لان لو فعلا في شر قديم في الغابه دي الشجر ما كانش هيبقى كويس كده. بس برضه هو نفسه حاسس ان الغابه دي بتخوفه من غير سبب واضح. لما جودا قائد الالف بيبص على كده قلبه بيوجعه من الرعب، لانه شايف قدامه تجسيد للشر الخالص والنوايا الوحشه. الولد نفسه عايز يجري ويهرب، بس خايف ان اي حركه متسرعه ممكن تعرضه هو وناسه للخطر، فبيمشي ناحيه عرش كده بهدوء ويحط راسه في الارض احتراما، ويعرفه بنفسه انه المحارب الاكبر لقبيله مزارم الالف السود، وبيعتذر انهم دخلوا الغابه من غير اذنه، او مش فاهموا ليه الف محترمين قوي كده، بس قررت تمشي الحال وتساله ليه دخلوا ارض تكدا من غير استئذان. جيو بدا يحكي ان قبيلته كانت عايشه في السوق الوسطى وكانوا ناس مسالمين، بس اوعى تقطعه وقالت له انت هتحكي لي قصه حياتك، اخلص بسرعه. جو بيتاسف ويحكي باختصار ان قبيلته تعرضت للاضطهاد واطردوا من ارضهم، فاضطروا يهربوا للغابه دي. مش فاهم ليه ناس عانت كده، هما دايما كانوا بيحاولوا يعيشوا بسلام، بس تعرضوا للهجوم والقتل بسبب التحيز ضد عرقهم. كده بيبص على جيو ويلاحظ انه ضعيف قوي وتعبان. جيو بيشرح انهم بالعافيه قدروا يهربوا لما قريتهم اتدمرت، فما كانش عندهم وقت يلموا اكل، ومن ساعتها وهم بيجروا من غير ما يقفوا، فما عندهمش وقت يدوروا على اكل. فخرج هو ورجالته لوحدهم عشان يلاقوا حاجه ياكلوها. بقالهم 5 ايام ماكلوش حاجه، ولسه ملقوش ولا نباتات ولا حيوانات تتاكل. بيصعب عليه، فبيقرر يساعدهم شويه ويستخدم من المنو بتاعته عشان يعمل لهم كام تفاحه. جو بيتفاجئ لما يشوف التفاح بيتدحرج على الارض، لانه عمره ما شاف حاجه زي دي قبل كده، وبتردد ياكل عشان ما يبقاش قليل الذوق قدام حد زي كده. بس ايميل والباقيين جعانين قوي فما يهمهمش، بيبداوا ياكلوا ويحسوا انه احلى حاجه دقوها من زمان. تكدا بيعمل لهم كمان كام تفاحه عشان يشبعهم. جو لسه مصدوم من كرم تكدا ومش عارف يتصرف، او بتزعله وتقول له انه قليل الذوق انه ما يقبلش الهديه اللي كده اديها لهم بكل كرم. بس جو مش متردد عشان شاكك في الاكل، لا هو بيحط راسه في الارض تاني ويقول له انه بيقدر كرم تكدا قوي، بس في المخيم عيال قبيله الالف ضعاف قوي من قله الاكل، لو ماكلوش حاجه قريب هيموتوا. فبيطلب الاذن من تكدا انه ياخد الاكل ده لقبيلته. كده بيصعب عليه برده العيال اللي بتعاني، فبيقرر يعمل الواجب ويزود ويعمل كومه اكل مختلفه لجيو وياخده معاه. بس او مش موافقه على الفكره دي، لان الحركه دي هتكلف من كتير قوي. الالف الصوت كلهم مش مصدقين عينهم لما يشوفوا الكميه دي كلها من الاكل، وبيتفاجئوا اكتر لما كده يقول لهم خدوا كل ده اعتبروهم ملككم. الالف السود كانوا من سنين مضطهدين ومجبرين يعيشوا في الظلمه، فمحدش عمره ما ادالهم ايد المساعده زي كده. كلهم بيشكروه من قلبهم وبيبداوا يشيلوا الاكل ويرجعوا بيه للمخيم. في المخيم بقى الالف كلهم كانوا على وشك ييأسوا، بس في كام واحد لسه عنده امل ان جيو والباقيين يرجعوا باكل. فجاه الكل بيشم ريحه اكل حلوه قوي، بيلفوا يبصوا بيلاقي جيو والباقيين شايلين كومه مليانه اكل على ظهرهم. الكل بيرتاح انهم مش هيفضلوا جعانين تاني، وبيبداوا يمدحوا في جيو عشان جاب كل الاكل ده. لما بيسالوه جابه منين بيقول لهم حظ، لقيتهم في الطريق وما بيحكيش تفاصيله. ما اعتقدوا بالليل جيو قاعد بيبص على النار وهو سرحان، فجاء زعيم القبيله مولترار بيقول له عملت شغل عظيم النهارده يا جيو، الفواكه اللي جبتها تحفه. بس بيلاحظ ان جو مش فرحان قوي، فبيساله مالك في ايه. بعد سكوت بسيط جيو بيحكي له انه قابل كائن اسطوري جوه الغابه ومش عارف يحس بايه ناحيه. مولترار بيساله اسطوره ايه دي اللي بيتكلم عنها. جيو بيحكي له ان ايميل كانت قالته حاجه عن كائن او اتختم في الغابه الملعونه دي. مولترار يعرف الاسطوره دي وبيتفاجئ ان جيو فعلا قابل ملك الدمار. بيشرح له ان الصوره بتقول لما الدنيا تبقى مزدهره قوي ملك الدمار هينزل على الارض ويدمر كل حاجه ويخلي كل الحضارات تبدا من الصفر. بصراحه مولترار مش متاكد ان الصوره دي حقيقيه، بس هو ميال يصدقها. بيسال جيو لو الكائن اللي شافه قال انه ملك الدمار. جيو بيقول له انه مش فاكر انه قال كده، بس من شكله المرعب اسم زي ملك الدمار لايق جدا عليه. مولترار بيسال جيو لو كلم ملك الدمار، بس جيو بيقول له انه ما كانتش محادثه بالمعنى الحرفي. ملك الدمار ما كانش بيتكلم كتير، بس كان معاه ست بتتكلم نيابه عنه. من اللي جيو حكاه مولترار متاكد ان الكائن ده مش نيته خير، فبيساله لو اضطر يعمل حاجه زي انه يبيع روحه مقابل الاكل. جيو بيقول له ان ملك الدمار ما طلبش حاجه في المقابل. الراجل بيستغرب ويقول ازاي يعني كائن شرير يدي حاجه كده ببلاش. جيو نفسه مش عارف ليه ملك الدمار عمل كده، بس لو لازم يخمن بيقول انه رحمه او شفقه من سيادته. مولترار بيتصدم ان جيو بيسمي ملك الدمار سيادته، لان اللقب ده بيستخدم بس للي يستاهلوا احترام كبير. بس جيو شايف انه مفيش حاجه غلط انه يقول كده، لانه هو اللي ساعدهم فتاكدوا يستاهل الاحترام. تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان تعبنا في تحضير المحتوى يوصل لكم كامل ومتجدد.